أهلا بيكم في عاجل 24. أنا عبد الله معاكم في تغطية قوية جدا لحكاية فلسطين في وقت لازم الصوت يعلى والحق لازم يبان. انتوا فاكرين ايه يا رجالة؟ فلسطين مش لوحدها أبدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي واقف أسد في وش الخيانة والخذلان، واقف يتحدى الخوف التواطؤ، ومش هيفرط أبدا في شبر واحد ولا في كرامة الشعب الفلسطيني ولا في أمن مصر. المسيرة اللي طلعت من الجزائر لتونس عبر ليبيا وكان في طريقها على مصر كان هدفها واحد: التضامن مع فلسطين وكسر الخوف. بس كان لازم تتوقف عشان كان في وسط الناس إخوان، وكان في تخريب يتدبر لمصر عشان يوقعوها في الفوضى، وإحنا مش هنسمح أبداً بكده، لأن مصر خط أحمر. فتم ترحيل الناس اللي كان لها علاقة بأعمال تخريبية عشان تبقى مصر في أمان، قوية في صف الحق، وما تسمحش أبداً بأي إيد تخرب لها البيت. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه موقف أسد في وسط الخوف، هاجم إسرائيل بقوة واتهم العالم بالصمت، وقف في محافل مختلفة وهو يقول بأعلى الصوت: الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه وفي إقامة دولته المستقلة. الإخوان الخونة، أبواق الخيانة، وبعض الخلفان اللي باعوا قضيتهم لازم يعرفوا إن الصوت الحقيقي لمصر قوي. هتفضل فلسطين في القلب، وهتفضل التضحية عنوان، مهما كان الترحيل، مهما كان الخوف. القضية لها رجالة يقفوا لها في كل وقت. يحيى السيسي، تحيا فلسطين، تحيا